السلام عليكم خوتنا. أولا صحة فطوركم ورمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. خوتي، أخاطبكم في هذه اللحظة بتاريخ 23 مارس 2024، الساعة حوالي 1:54 صباحا. أول شيء، تم بعون الله تعالى وجهد رجال مجموعة الجيش الإلكتروني إسقاط البث المباشر للكافر المسمى جهنم، اللي كان في قبل لحظات كان يسب في الذات الإلهية وكان يتعدى كل الخطوط الحمراء في إهانة الدين الإسلامي. خوفنا، وفي هذه الأيام المباركات هذا الكافر هذا وأشباهه من المتألحدين كما نسميهم أنا، راهو النشاط نتاعهم رجع بقوة. علاش في رمضان؟ لأنه رمضان هذا كما يقولوا رمز المسلمين، وهما يحبوا أنهم يسبوا هذا الدين هذا، ولكن هيهات أن ينالوا من هذا الدين. على كل حال، هذه رسالة حبيت نبشر بها خوتنا أنه ثم إسقاط البث تاع الكافر هذا. ورسالة ثانية خوتي حبيت نوجهها لخوتنا الذين يدعون محاربة الفساد والدفاع عن الدين والعقيدة. في هذه اللحظات رانا نشوفوا بثوث، وفي الأيام هذه رانا نشوفوا بثوث تاع خوتنا تاع المحاربة يطلعوا بثوث ويتكلموا به، يتكلموا ويحاولوا يناقشوا مواضيع ويتكلموا خاصة في المحاربة، ولكن المحاربة ليست في البثوث خوتنا. المحاربة راهي كما يقولوا في الميدان، راهي خاصة كما يقولوا حامية الوطيس. الأيام المباركة هذه الملحدين راهم زادوا من النشاط نتاعهم، والإخوة المحاربين. والشيء اللي يندى له الجبين واللي نتأسفوا له أننا أصبحنا نرى محاربين ينصفون التافهين. مثلا تلاقينا بث، وصلوا لي واحد البث والله العظيم غير تحسرت، صدقوني تحسرت أني لما شفت محاربين ينصفون في المسمى بأوبرا، ولحقت بهم الجرأة أنهم يقولوا أنه أوبرا ينهى عن الفحشاء والمنكر. سبحان الله. وكاين اللي قال أنه قادر نقدم عمري 10 سنوات السجن دفاعا عن أوبرا وما شابه. ماشي حديثي أنا هذا، ولكن رسالة خوتنا تاع المحاربة. الإنسان اللي ما هوش قادر على المحاربة يحط الشعار ويخلي المجال لأصحابه، أصحاب المبدأ، الناس النزهاء. لكن باش أنكم تطلعوا بثوث وتنصفوا التافهين ومخليين جهنم وأمثاله يسبوا في الذات الإلهية ويسبوا في الدين الإسلامي في الأيام المباركات هذه، واش نقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه هي الرسالة الثانية اللي حبيت نلحقها. وخوتنا بفضل الله وبجهد رجال مجموعة الجيش الإلكتروني تم إسقاط البث تاع التافه هذا منذ لحظات، كانت حوالي الساعة 21. خوتي راح نقدم لكم البث هذا كهدية كما يقولوا قبل السحور. والحمد لله أنه رجال مجموعة الجيش الإلكتروني دائما على المبدأ وبمبدأ العمل في صمت والضرب في عمق. تحياتي، صحة سحوركم، وتحية لرجال مجموعة الجيش الإلكتروني. بارك الله فيكم. والحاجة اللي وقع عليها الفعل هذا نسميوها مصنوع. صاي دوكا كي راك تقول لي خلق ومخلوقات وخالق، واش معناها خلق؟ شنو هذا الديسان يرسمهم؟ الصانع يصنع هذا ربك، هذا يصنع ما يخلقش. احنا مصنوعات، احنا مصنوعين، احنا مصنوعين. وين فقط يقول صنع كي خلق حاجة ما كانت كاينة تخلقها. دقيقة فهم روحك، حاجة كانت كاينة وعاودنا شكلناها، ولا حاجة ما كانتش كاينة وجات؟ هذا قادر حاجة باين فقسيك، قادر حاجة ما كانتش كاينة وتشكلها. لا هذيك الحاجة اللي ما كانتش كاينة اللي يقول لك تسمي حاجة ما كانتش كاينة، هي حاجة كاينة عاودنا شكلناها بواحد الصورة واحدة أخرى، ولات بصورة جديدة. الصورة هي اللي كانت ما كانش، بصح الأصل تاعها اللي شكلناه منها اللي هي المادة تكزيستي، توجور تكزيستي. الكفار الملحدين يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. راه عندك واحد الصنعة. هذه هي الصناعة. اسكو ربك يصنع هكذا؟ ربك يصنع؟ انت ما تأمنش بالخلق. جاوبني، ربك يصنع؟ ها؟ ربك انت يصنع؟ صانع ربك؟ بسم الله يا رب.
ربي هو موجد الاشياء، ما كانش كاينه اوجد. صانع ولا موجد من عدم؟ فاهم روحك. يا ولدي موجد كانت من عدم، ما كانت كاع كاينه واوجدها. اروح حكمتك. تما كتقول لي بلي سب مخباتي يسب ماضي بعض. طابوتي ليكيب يطلع اللايف طابوتي. ايا وين كاع ربهم هذوما عاد ربهم سي راني داير.